تعالوا نتكلم عن اللي بيحصل في السودان. وسط انشغالنا وانشغال العالم كله بالجرائم اللي بتحصل ضد شعب غزة من الجيش الإسرائيلي، في جرائم أبشع بكتير بتحصل ضد أهل السودان وسط تعتيم إعلامي غريب. أهل السودان عايشين في مجازر بقالهم أكتر من 8 شهور من حوالي يوم 15 إبريل، بعد ما قامت حرب في مدينة الخرطوم اللي هي عاصمة السودان بين القوات المسلحة السودانية وميليشيات اسمها قوات الدعم السريع، وده اللي أدى لحدوث كارثة إنسانية حقيقية. أكتر من 7 مليون نازح اضطروا إن هم يهربوا من السودان لكل البلاد المحيطة، وأكتر من 2 مليون مصاب وجريح، وللأسف أكتر من 10,000 تقرير اغتصاب. وده كله حصل بسبب طول فترة الحرب في السودان، فللأسف حصل فشل أمني، وده اللي زود حالات السرقة والنهب والتدمير وحالات الاغتصاب والتنكيل والتعذيب، الإبادة الجماعية. الجرائم اللي بترتكب في أهل الخرطوم والسودان ما تقلش في البشاعة عن اللي بيحصل في غزة وفلسطين، بس للأسف كلها بتحصل وسط تعتيم إعلامي محدش بيتكلم عنها خالص. للأسف يوم عن يوم بنكتشف بشاعة العالم وانهيار الآدمية، والغريب فعلا إن كل الحاجات اللي بتحصل دي بتحصل على حدود مصر، سواء حدودنا مع فلسطين أو حدودنا مع السودان.